السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين مع بعض هنعمله غدا خفيف كده وسريع. غدا حلو، يعني حلو وحادق. هنعمل غدا وهعمل حلو كمان جنبه بردك خفيف وسريع. هعمل كوسة بالبشاميل. هحتاج طبعا كوسة. انا جايبه نص كيلو كوسة، كل واحد على حسب عدد اسرته، وربع لحمة مفرومة اللي هعمل بيه العصاج، ماشي، ولبن. دي المقادير اللي انا هحتاجها. نص كيلو لبن كده عشان يبان، نص كيلو لبن عشان البشاميل ده كده بالنسبه لي، وبصل عشان العصاج. ده كده بالنسبه لي للايه، للكوسه. يلا نبدا الكوسه مع بعض ونشوف هنعملوها ازاي. اول حاجه يا بنات هجيب المقوره. شايفين الجزء المشرشر دوت؟ هبتدي اعمل بيه ايه. والكوسه كده انا غسلتها، بس هحكها كده حكه بسيطه. اولا بتقشريها، وفي نفس الوقت بتحكي لو عليها اي حاجه غير مرغوب فيها، وبتدي شكل كمان. وانا بحب حجم الكوسه الوسط دوت، بيبقى في الاكل حلو ما بيتهريش. هعمل بقى كل الكميه كده، واقول لكم بعد كده هنعمله ايه تاني. ودلوقتي انا خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين كده، حكيتها وبدات اشيل منها بقى ايه، القمعين دول اللي هو اللي فوق كده ده وده، ماشي. وهبتدي اخرطها، مش هخرطها حلقات، هديها بردك شكل كده عشان تدي للعيال بردك شكل غريب عن الكوسه اللي احنا بنطبخوها. بخرطها كده بالورب، يعني هي بتبقى يعني سهله، ما فيهاش حاجه صعبه ولا حاجه، بس هتبقى ايه، عاطيه منظر حلو في الاكله، او منظر جديد للولاد. ودلوقتي كده يا بنات، بعد ما انا غسلتها تاني، بعد ما خلصتها كلها تخريط وغسلتها، حله بقى على النار، هحط فيها معلقه سمنه صغيره زي ما انتم كده شايفين، وهبتدي اشوح الكوسه على النار، وهنزل بالكوسه على الزيت. هشوحها بس عشان تنزل ميتها، عشان ما تبقاش ايه، مخليه البشاميل سايس. هديها بس رشه ملح ومعلقه زعتر، عشان هو ده اللي هيديها بقى النفس الجميل، عشان احنا عارفين ان الكوسه عامه ملهاش طعم. ورشه فلفل اسود. وزي ما انتم شايفين كده، انا نقلت الكوسه على العين الثانيه عشان ابتدي اعصج اللحمه. اللحمه بقى تركنيها كده في الفريزر حلوه ليه؟ بتفك معاكي بسرعه. لو انت مش عايزه تركنيها معصجه، عايزه تركنيها كده فريش مثلا، تعملي بيها اي حاجه انت عايزاها، قسمي الحبه اللي انت بتاخديهم ربع كيلو مثلا او اقل او اكتر، وقسميهم في كيس وفريجيهم كده، بيفكوا معاكي بسرعه وبيبقى سريع. دي برضك طريقه حلوه لتخزين اللحمه. ماشي، هنزل بيها في الطاسه كده فاضيه من غير ايدام،
عشان انا حاطه معلقه سمنه في الكوسه، وهحط معلقه سمنه في البشاميل، فمش هحط سمنه في اللحمه. هبتدي اشتغل كده باللحمه من غير ايدام. هي طبعا هي بيبقى فيها نسبه دهون، وهعصجها بيها. وهبتدي كمان اجيب الحله الثانيه وابتدي اعمل البشاميل كمان بالمره. وزي ما احنا شايفين كده، مجرد ما اللحمه هتبتدي تغير لونها هنزل عليها بالبصله بتاعتها. خلي بالكم من الملح عشان انتوا هتحطوا في كذا حاجه ملح عشان الاكل ما يحدقش مننا. رشه فلفل اسود، ادي كده اللحمه اتعصجت معانا كده. نزلنا بمعلقه بقى سمنه عشان نعمله ايه؟ البشاميل. انا بعمل لكم كله ببعضه عشان اوريكم هو قد ايه غدا سهل. هنزل كده بمعلقتين دقيق عشان انا مش عايزه البشاميل خفيف، انا عايزه البشاميل تخين. والكوسه يا بنات ايه على العين اللي جوه اهي زي ما انتم شايفين بتنزل ميتها بقى، وريحه الزعتر مخليه ريحه ايه جميله. البشاميل زي ما احنا عارفين هنحمر الدقيق وننزله عليه باللبن. وكده يا بنات زي ما انتم شايفين اللحمه اتعصبت معانا. هجيب بقى انا اعمل ايه دلوقتي عشان كده. واجيب الكوسه هنا وهبتدي انزل كمان عليها اللحمه عشان كله ياخد من طعم بعض. وهنكمل يلا بقى كده مع بعض البشاميل كمان. في الوقت ده كده انا ولعت الفرن. ليه؟ عشان انا طعم البشاميل هيخلص، هطبقهم كلهم على بعض وهدخلهم الفرن. كده زي ما انتم شايفين احنا بنفكك كل بتاع. هنشيل بقى المعلقه عشان نبتدي بقى ايه نضربه بالمضرب عشان كل التكتلات دي ايه تفك معانا. وهبتدي املح البشاميل. خلي بالكم انا عماله احط نص معلقه نص معلقه، يعني انا بحط كده ملح بس، يعني انا حطيت في الاكل ملح ورشه فلفل اسود.
ودلوقتي كده يا بنات زي ما انتم شايفين البشاميل اللي خلص. بصوا البشاميل تخين ازاي، زي ما انا قلت لكم انا مش عايزاه خفيف. ماشي، هنسميه كده بسم الله ونحطه في البايركس الاول. بس كده البايركس عشان لما بتحطي البشاميل من غير اقلام بيلزق فيه. وهنزل بكبشه بشاميل. بس كده هعمل طبقه بس كده تحت، وهبتدي انزل الكوسه كده بس عشان السمنه اللي هنا كمان تطلع. يلا بسم الله. كده نزلت كل كميه الكوسه، هبتدي كده بس افردها واسويها. بصوا لو واخدين بالكم لون الكوسه يعتبر مستوي، يعني انا عايزاها بس تخش الفرن تاخد ايه، تاخد لون مش اكتر وتطلع. وهنزل عليها بقى بالبشاميل كده. وهبتدي بقى بعد ما غطيتها كلها بالبشاميل عشان ما كنتش عارفه ان انا اشيل الحله، عشان انا عندي عصب ايدي بيوجعني وما بقدرش اشيل بالشمال. فانا نزلت كل البشاميل زي ما انتم شايفين كده اهوت وسويته، وهغطي وشها كده بالموزاريلا وهندخلوها الفرن. وكده يبقى غدانا السريع السهل خلص. في بنات هتقولك طب يا طنط احنا كده هناكله جنبها ايه؟ اولا دي يا حبيبتي بتتاكل بالعيش. طب انا عندي اطفال يا طنط، يبقى اسلق لهم مكرونه بيضه، مكرونه قليمه، المكرونه اللي بيحبوها، بس هي يفضل قليمه عشان تتاكل بالشوكه مع الحته بتاعه الكوسه. اسلقيها، حطي لها كده حته زبده رفيعه وملح وفلفل اسمر، وحطيها سخنه جنب الاكل. اللي مش عايز ياكل بالعيش كاطفال حطي له كبشه كوسه عليها باللحمه المفرومه هياكلها، واللي ما بياكلش الكوسه هياكلها عشان اللحمه المفرومه. وحته ان انت مش حاطه اللحمه المفرومه في النص كده متلخبطه كلها فيها، فهتبقى طعمها جميل وحلوه والف هنا عليكم. هدخلها الفرن يلا وارجع لكم. وكده حبايبي بصوا طاجن الكوسه طلع، طعم ريحته تحفه، الريحه قلبه الدنيا حقيقي. اتفضلوا معانا، ريحته جميله جدا، جربوه. ويلا بقى شويه كده ونشوفوا الحلو بتاعنا لما يطلع ونكمله. انا طلعت الكوسه ما دخلتهمش على بعض، طلعت الكوسه لسه مطلعاها دلوقتي وحاطه الجلاش وراها على طول عشان القرفه ما يكرفوش من بعض. ودلوقتي يا بنات كده والفرن سخن هبتدي اعمل الحلو اللي انا قلت لكم عليه. هحتاج سمنه مسيحاها كده زي ما انتم شايفين، لفه جلاش اللي هي نص كيلو، 3 معالق سكر ابيض عادي مش ناعم، وعليهم معلقه قرفه كبيره. وهقلبهم ايه مع بعض. محتاج صينيه، بجيب الصينيه على اساس ايه، لفه الجلاش بصوا كده، ده كده المقاس اللي ينفع مع الصينيه. فانا عايزه اجيبها عشان لما كشكشها احطهم كده ايه بعرض الصينيه يمشوا معايا. ماشي، انا بس ظبطت لكم الكادر عشان تشوفوني وانا بعمل اكتر ما تشوفوا الرصه. فانا كده هجيب معلقه يلا مع بعض ونبدا بسم الله. هقلب السكر والقرفه مع بعض. ده اللي بيحب ريحه القرفه يعمل كده، عشان في ناس ملهاش في القرفه. بس القرفه مع السكر في الفرن في الشتاء بتبقى تحفه يا بنات. هنبتدي بقى نسمو كده بسم الله. اول حاجه هعملها همسك الصينيه هدهنها كويس قوي بالسمنه كده، وهاخدها كده بقى على جنب معايا على حسب ما تكفي. بس ايه انا عايزه يبقى ايه ان احنا شايفين كده. هطلع الجلاش من الكيس بنفس الطريقه ديت، هبتدي ايه افرده.
بس انا عايزاه بالعرض. بالعرض، لا زي ما انا صح. هاخد كده ورقتين. اول حاجه همسك الاول السمنه كده، هرش عليها سمنه كده. دي السمنه دي هتدي توريقه للجلاش وقرمشه. وهاخد كده معلقه سكر هرشها عليها. وهبتدي اكشكشها كده بايدي. واحطها كده في الصينيه. مجرد بصي ما بتحطيها تعتبر ايه اللي انت كشكشتيه بيتفتح تاني ويتظبط. ماشي. وهاخد بردك ورقتين تاني، بس انا عندي الورقه دي كده مقطوعه، هاخدها الورقه دي كمان، لان الجلاش في الحاجات دي ما بيبانش الورقه المقطوعه والورقه السليمه والحاجات ديت. من المعجنات الحلوه قوي في الشغل فيها الجلاش، تعرفي تتحكمي فيها وتعملي فيها حاجات كتير. وبردك معلقه سكر كده. برش السمنه الاول عشان السمنه بتخلي، بس كنت هغلط، بتخلي السكر يمسك فيها، مش لما احطها الاقي السكر وقع مني تحت. وبركز ان انا واخده الورقتين مع بعض وببتدي اكشكشهم مع بعض. عايزه تشيلي الجلاش من تحت ايدك عشان تتحكمي احلى، شيليه وكشكشيهم كده اهو. يعني ممكن ايه تشيلي الجلاش في اي حته وتخلي كده اهوت انت ورقتين بس تحت ايدك اهو، عشان تعرفي تتعاملي. عشان بس كده ايه انا اللي هكمل بقى ايه مع نفسي. هنبتدي ننزله كده بالسمنه، وهنزل برضك ايه بمعلقه السكر. وهتبتدي بقى تكشكشي. بصوا كده بقى لما شلت الجلاش من تحت ايده وتبتدي تعرفي انا بكشكشها ازاي. وممكن ما تسيبهاش كده، ممكن تزنقيها اكتر جنب بعضها. لما تيجي عايزه تحطي ممكن تحطي اكتر جنب بعضه. كده انا خلصت الصينيه زي ما انتم شايفين، ولا انا كبساها ولا انا ايه مفضياها. هزود بس كده عليها رشه سمنه خفيفه عشان تتحمر لي بسرعه. ويلا بقى كده ندخلوها كده، الكوسه هتطلع وادخلها على طول. ودلوقتي كده يا بنات بصوا الجلاش طلع معايا من الفرن. انا غاليه هنا نص كيلو لبن، بس انا واخده منه زي فنجان كده عشان البشاميل. زودت البشاميل كمان. هحط له 3 معالق سكر، وهبتدي اسقيه بالجلاش. اللبن سخن والجلاش سخن. هسقيه بس كده ايه حبه حبه عشان انا مش هسقيه مره واحده، انا هسقيه بس يشرب وابتدي اديله ايه تاني. عشان السكر مع السخونيه بيدوب بسرعه. بصوا كده كل ما تلاقيه شرب تروحي بردك عطيله حبه ايه تانيين. بس كده ايه تسقي بالتساوي عشان يبقى كله شارب معاكي. تانيك بقى كده ايه لغايه ما تشوفيها ايه، اما ما تلاقيش اللبن ده كده يبقى هي كده شربت ايه اللبن كله. هسيبها بقى تشربه وارجع لكم بقى تاني عشان اختم لكم الفيديو. ورجعت لكم تاني كده بعد ما شربت بقى اللبن. هبتدي اخففها. هي انت بتخرطيها كده لان التخريط كده بيبقى ايه سهل بيطلع على حسب ما انت حاطه
الطبقه اللي انت حطاها، فبتطلع معاكي بسهوله. يلا اجيب لكم بقى الصينيه الثانيه كمان. وده كان الشكل النهائي يا بنات للغدا بتاعنا السريع بتاع النهارده، الكوسه اللي بالبشاميل والجلاش اللي بالسكر والقرفه. جربوه، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم، وما نحرمش منكم ابدا. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.